بما اننا خلاص دخلنا في شهر 4، فالفترة دي والله من اهم الفترات عندك في السنة، والمفروض ان انت تكون مظبط الشهرين دول وتستغلهم جدا 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 حتى ولو ما لحقتش من اول السنة. انت اكيد دلوقتي بيدور في دماغك كده سؤال، زي مثلا لو انا بدأت من دلوقتي هل فعلا هلحق اجيب مجموع ولا لا؟ والمفروض تكون بتعمل ايه في الفترة دي بالظبط علشان تعرف تستغل فعلا الفترة دي صح؟ وكمان لو انت ما حلتش كتب كتيرة من اول السنة، تحل في كتب المراجعة النهائية ازاي؟ ولا تحل في الكتب القديمة؟ كل الاسئلة دي بقول لك عليها، فكمل معايا الفيديو وما تنساش اللايك والاشتراك في القناه وتفعل زر الجرس عشان يجي لك كل الفيديوهات اللي جايه. اول سؤال، لو بدات دلوقتي هلحق اجيب فعلا مجموع كويس ولا لا؟ وهعرف اعدي 90% ولا لا؟ سبق ان انا اتكلمت في الموضوع ده بدل المره 300، ولكن مع ذلك برضو مع مرور الفيديوهات كل فيديو كنت بلاقي ناس كاتبه في الكومنتات انا لو بدات دلوقتي هلحق مثلا مش عارف اجيب 95%، هلحق اجيب 94 ونص، مش عارف اشمعنى ونص. يعني كل واحد بيكتب مجموع معين، طب انا هلحق اعدي 90%؟ انا فاهم ان دي طموح، ولكن انت فاهم غلط شويه. انت ممكن تكون بتذاكر من طول السنه وفي الاخر ما تجيبش مجموع زي ده، لان ببساطه انت عليك السعي مش عليك النتيجه. انا عاوزك تفهم كده، تفهم والله ان انت طبيعي جدا وعادي جدا، وده مش ظلم ولا في اي حاجه. انت ممكن تكون بتذاكر طول السنه وبتذاكر فعلا من طول السنه، وتيجي في اخر السنه ما تجيبش مثلا هو 99% و95 وتجيب الارقام دي، لان ببساطه يعني النتيجه دي كرم من ربنا. فكرم من ربنا ده انت عليك السعي خلاص، والله انا عليا المذاكره مش عليه اي حاجه تانية. النتيجه دي والله زي مثلا اللي بيجتهد ويفضل شغال على نفسه عشان يعمل لنفسه السي في كويس، ويروح يقدم في شركه ومع ذلك ما يتقبلش، خلاص هو ربنا عارف ان المكان ده مش كويس ليه. فنفس الموضوع انت عليك السعي، حته النتيجه دي مش عليك خالص. ولكن خلينا نتكلم برضو في الجانب الايجابي، انك والله ما تبدا دلوقتي ربنا سبحانه وتعالى هيكرمك في اخر السنه. انت دلوقتي مش في ايدك اي حاجه غير ان انت تذاكر، فيعني لو في دماغك اي حاجه تاني قولها لي، ما انت مفيش اي حل في الدنيا غير ان انت تذاكر. وافتكر دايما يا صديقي، ان تاتي متاخرا خير من الا تاتي. فبالله عليك تعالى وشد حيلك كده بس الشهرين دول، والله ان شاء الله ربنا هيكرمك وهتلاقي فعلا النتيجه في اخر السنه. تاني سؤال بقى واللي كتير منكم ساله لي، لو انا ما حلتش كتير من اول السنه هعرف دلوقتي احل في كتب المراجعه واعرف اظبط الماده ولا لا؟ يعني معنى اصح انا كنت جايب مثلا 3 4 كتب في اول السنه وما حلتش منهم غير كتاب بالكتير مثلا ولا كتابين، هل دلوقتي انا اجيب كتب المراجعه واظبطها ولا لا؟ بص يا عم، والله انت مهما كنت مقصر في اول سنه فتره المراجعه هتظبطك، ولكن بعقل ان انت تعرف تستغل فتره المراجعه دي، مش مجرد ان انت تفكر فيها ازاي هعمل كل الحاجات دي في شهرين. فانت بتتكلم ان انت مثلا المواد بتاعتك كنت جايب كتب كتيره وما حلتهاش في اول السنه، فانت عاوز تحلها في اخر السنه. بص، هنتكلم دلوقتي ان انت في ابواب معينه وفي مواد معينه، مثلا يا عم دلوقتي مثلا الاحياء ما حلتش فيها غير قليل جدا، ما حلتش فيها غير بالكتير قوي كتاب. اول خطوه لازم تعملها ان انت تجيب لك على الاقل كتابين 3 في المراجعه النهائيه. المراجعه النهائيه مش صعبه زي ما انت متخيل، والكتاب بتاعها مش كده، لا عادي يعني ممكن تحل كتابين عادي. فانت من دلوقتي تحل كتير جدا 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 في المراجعه النهائيه. طب هل الحل بتاع المراجعه النهائيه هيعوض حل اول السنه؟ هيعوضه ان شاء الله. يعني انا مثلا كانت في اجزاء معينه زي مثلا كانت يا رب، كان الفصل الثاني في الفيزياء، انا بصراحه ما كنتش حليت عليه كتير وحصل لي دروب كده في الفصل الثاني الفيزياء بالظبط، وما حليتش عليه كتير. جيت في اخر السنه حليت عليه كتاب واثنين ومش عارف لقيت الدنيا ظبطت معايا جدا جدا. فانت لو انت ما حلتش من اول السنه وعاوز تحل من دلوقتي حل، ولكن زي ما قلت حل كتير كتير. يعني في باب معين دلوقتي انا والله ما حلتش عليه، خلاص يا عم هتلاقي مثلا شوامل في كتب المراجعه ان هي شامل على الباب ده، ما تحلش شامل واحد، شامل واحد ده بس 46 سؤال، حل شامل واثنين وثلاثه واربعه، اي حاجه تيجي قدامك حلها، وهتلاقي بجد نفسك فهمت الباب ده كويس والدنيا ظبطت معاك. ثالث سؤال بقى، المفروض تكون بتعمل ايه الفتره دي؟ انا زي ما قلت لك الفتره دي بجد من اهم الفترات في السنه، وهي خلاص يعني مش اهم الفترات، هي اخر الفترات. اظن انت مفيش فتره تانية بعد المراجعه النهائيه، والله مفيش، هي الامتحانات واجازتك وان شاء الله تدخل تطحن في الكليه، فمفيش اي فرصه تاني السنه دي غير الشهرين اللي باقيين لك دول. فانت الشهرين دول لازم بجد تكون ماشي على خطه معينه. طب ايه هي الخطه المعينه؟ هل انا احط لك الخطه معينه؟ اكيد لا. ومش المقصود هنا بالخطه عشان ما يجيش في دماغك الجدول الخرافي اللي انت بتقعد تحطه، النهارده الساعه 7:30 و5 انا هذاكر عربي، بعدها بربع ساعه هذاكر انجليزي. مفيش الكلام ده خالص. يعني انت مش معناها كده. انا القصد ان انت تكون قررت هتعمل ايه. والله انا خلاص هكمل مثلا المراجعه النهائيه مع مستر كذا، انا هكمل السنتر، والله انا السنتر لا ما كنتش حاسس فيه وما كنتش فاهم عن المستر ده، فهناخد اونلاين لان اونلاين كنت بعمل فيه فهنزل سنتر. كل واحد فيكم بيختلف، الاهم دلوقتي ان انت تكون واعي بنفسك، فدي اول خطوه تكون انت عارفها في الفتره دي. تاني حاجه ان انت تستغل الفتره دي جدا 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 وما تهملش، ومعلش تعالى على نفسك، مش عايز اقول لك ما تشوفش الشارع في الشهرين دول. ليه؟ مع ان انا طول السنه بقول لك ما تضغطش نفسك وما تموتش نفسك زياده عن اللزوم، ولكن معلش تعالى الشهرين دول شد جامد جامد جامد. خليك مثلا بالنسبه لو انت خليك مثلا حياتك كلها تكون بالمذاكره واكل ونوم ومذاكره، فيعني وصلاه اكيد وعباده يعني. وهنا المقصد زي ما انا قلت ان انت تشوف كل حاجه بتضيع وقتك وتقضي عليها وما تسملهاش. والله انا دلوقتي التليفون بقعد عليه ساعتين، لو بتقعد عليه ربع ساعه طلع الربع ساعه دي انت اولى بيها دلوقتي. والله انا بقعد على اليوتيوب كتير، يا عم اظبط اليوتيوب، والله انا في فيديو مثلا معين عايز اسمعه غير كده لا مش هفتحه.
فالفتره دي زي ما قلت استغل الفتره دي جامد جامد جامد، بلاش بالله عليك تضيع وقتك فيما لا ينفع، انت محتاج الفتره دي جدا. ثالث حاجه وهي الحاجه المهمه برضو، الا وهي ان انت المفروض تشوف كل جزء متراكم عليك وتجيبه الفتره دي. اقول لك ليه؟ ببساطه يعني مش معنى ان انت راكمت ان خلاص الدنيا خلصت، والله انا كنت مراكم وغيري كان مراكم والدنيا كلها كانت مراكمه عادي مش حوار، ولكن انا ما كنت سايب يعني معلش يعني الاجزاء اللي انا راكمتها دي مين اللي هيجيبها؟ اكيد المستر مش بتاعي مش هيعدي كده بص يقول لي على فكره يا احمد انت مراكم كذا استنى ما اجيبه لك، فاكيد لا، اكيد انا لازم اجيبه بنفسي. فانا كنت بحط والله انا دلوقتي مراكم مثلا الباب الثاني فيزياء، والله باجي كده الباب الثاني النهارده جزء بعدها الاسبوع جزء، باجي بعد شهر بلاقي الدنيا خلصت، انت مصر ان انت تقعد قاعده كده تخلص الدنيا، انت دلوقتي لسه ما خلصتش المنهج، يمكن معاك مثلا بتاع اسبوعين بالكتير وتخلص المنهج. يا عم معاك اسبوعين، معاك 10 ايام، معاك 5 ايام، استغل الباقي ومفيش مشكله، حتى لو انت هتخلص المتراكم عليك لحد شهر 5 مفيش ادنى مشكله خالص، ولكن زي ما قلت شوف الاجزاء المتراكمه عليك دلوقتي وقسمها جزء جزء. وبالله عليك فكره انا فاقد الشغف وانا فاقد الشغف، اصل انا ابن عم خالة مامة جدتي بيطلع الاول على الكوكب، فمامة ابن عمة جدتي بتعايرني ان هو بيطلع الاول كل الافكار اللي بتنجني دي طلعها من دماغك بالله عليك، بالله عليك استغل الشهرين دول مذاكره، مذاكره بالله عليك انت. اصل انا بجد بتجنن بشوف حاجات في الكومنتات غريبه، يعني ايه اصل انا ايه بقالي 4 ايام ما ذاكرتش وفاقد الشغف. يا عم رجعه، ما هو يعني اكيد انا مش هرجع لك الشغف بتاعك، ما انت رجع الشغف يا عم، كلنا ما بنحبش المذاكره ما تجننيش. يا عم استنى، انا الكتاب ده يعني هيخلص بعد اسبوع، يعني دي ماده من ضمن كام ماده هيخلص بعد اسبوع، والمفروض ان احنا اصلا لسه بادئين فيها من اسبوعين، يعني الكتب دي احنا لسه واخدينها من اسبوعين وهتخلص بعد اسبوع. فبالله عليك انا واحد امتحاناته بعد اسبوع ولسه حتى ما خلصتش نص المنهج، يعني مش اهمال مني لا الكليه لسه ما خلصتش نص المنهج، فسيبني عشان ما انهارش وبذاكر، فانت ذاكر انت التاني. عذرا ان انا اتعصبت، بس ايه اي حد بجد بيفكرني بالمنهج بتاعنا ايه بتغلط وبفضل اصيح بقى ايه للصبح. المهم نيجي للسؤال اللي بعده، لو انا مراكم هل فتره المراجعه كفيله ان هي تظبطني ولا لا؟ والله انا قلت لك لو انت ما بداتش خالص ما بداتش فتره المراجعه كفيله. اقول لك ليه ببساطه، انا واحد بجد كان واقع مني حاجات كتيره جدا خلال السنه، عضويه والله لحد اخر السنه ما كنتش ظبطتها، مش اهمال مني زي ما قلت، ولكن كان توهان بصراحه ان انا كنت بنزل سنتر، شويه توهان كده ايه في العضويه فما ظبطتهاش. الفيزياء مش عارف كانت عامله لي عقده لحد اخر السنه وما ظبطتهاش. العربي مش عارف كنت لسه ما خلصتش المنهج. الاحياء مش عارف ايه، كل المشاكل دي كده انا والله العظيم ظبطت معايا في فتره المراجعه. ليه؟ لان عرفت استغل فتره المراجعه دي. فانت نفس الموضوع، مهما كنت مراكم هتعرف تظبط فتره المراجعه، ولكن ما تجيش بعد اسبوعين الله يرضى عنك وتقول تقول لي فتره المراجعه كفيله وتكون فتره المراجعه بتنتهي اصلا. فيعني ابدا من دلوقتي كده ايه وهتلاقي الدنيا ظبطت معاك. حاجه اخيره الله يرضى عنك، الا وهي ان انت ايه وانت تختار المدرس بتاع المراجعه النهائيه تكون فاهم نظامه من قبلها. اي مدرس في الدنيا بيقول لك على نظامه قبل ما يبدا المراجعه النهائيه، فانت شوف ايه النظام المناسب ليك واختاره، ولكن لازم تكون واعي من دلوقتي ان اي مدرس بيقول لك ان انا هحل ايه بالبدايه شهر 6 الشوامل، من دلوقتي معاك حلين، لا اما والله انت المدرس ده تستغنى عنه وتشوف غيره، لا اما حل تاني ان انت تكمل معاه وتحل شوامل من بدايه مثلا 20 30 يوم تاني، مش هقول لك من دلوقتي ولكن 20 30 يوم بالكتير، لان ببساطه مفيش حاجه اسمها ايه انا هحل لك 30 40 شامل وانزلهم لك كلهم في شهر 6. يعني بس انت مش فاكر انت هتقعد على الشامل تخلص 5 6 مره واحده، لا، فانت لازم تكون واعي للحته دي. طب ليه؟ لان حل الشوامل مفيد جدا 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 وبيربط لك بجد الافكار كلها ببعضها والابواب ببعض، فمفيش حاجه اسمها ان انت تدخل امتحان اخر السنه من غير ما تحل شوامل، لازم على الاقل تشوف الامتحانات بتيجي ازاي، طب السنين السابقه، طب الكلام ده كله، وعشان تعرف تحل شوامل بدري ابدا بالمراجعه بالاولويه زي ما قلت قبل كده، ان انت مثلا في الاحياء ابدا المراجعه بالدي ان اي والار ان اي بعدها تكاثر، هتلاقي نفسك عارف تحل معظم الامتحان والحاجات الابواب الثانيه ايه وانت ماشي. هتلاقي نفسك في الفيزياء ابدا يا عم راجع اول ما تخلص الحديث، راجع الحديثه كلها مره واحده وراجع معاه الباب الثالث، هتلاقي نفسك تعرف تحل معظم الامتحان. الكيمياء خلصوا العضويه مش عارف ومع الباب الرابع راجعهم كده على السريع، هتلاقي نفسك بتعرف تحل معظم الامتحان، وهكذا. عشان كده بقول لك راجع بالاولويه وبس. استنى ان شاء الله فيديو جامد جدا هقول لك بالظبط تعمل ايه في المراجعه وانا عملت ايه في المراجعه بتاعتي النهائيه ايه 60 يوم بالظبط، كنت ظبطت كل حاجه في الدنيا، كنت حاطط خطه 60 يوم كده، رجعت منك في 20 يوم. فاستنى كده ان شاء الله ايه الفيديو الجاي، فما تنساش اللايك والاشتراك في القناه وتفعل زر الجرس عشان يجي لك كل الفيديوهات الجايه. سلام.